في ناس بتفكر الإنترنت مكان آمن، بس الحقيقة أبشع مما تتخيل. في زاوية مظلمة مليانة أسرار وجرائم ما بنحكى عنها. اليوم راح نفوت سوا. اللي راح تسمع اليوم راح يغير نظرتك لكل شيء. هاد هو الدارك ويب. اللي راح تسمع اليوم مو خيال. في جزء من الإنترنت الناس تختفي بعد ما تدخله. أسرار، جرائم، وتجارة ما بتخطر على بال إنسان. هاد هو الإنترنت المظلم. السلام عليكم ورحمة الله، معاكم مرهف. اليوم راح نحكي عن أخطر مكان موجود على الإنترنت. مكان بيخاف حتى الهكر يدخلوا عليه. مكان بتنباع فيه الهويات، أسرار، وحتى أرواح بشر. خليك معي للآخر، لأن اللي راح تسمعه راح يخليك تعيد التفكير بكل نقرة بتعملها على الإنترنت. بتمنى منكم قبل لا نبدأ تحطوا لايك على الفيديو وتشترك في القناة حتى يوصلكم كل جديد. ويلا نكمل. بالبداية مشان الناس اللي ما بيعرفوا شو هو الدارك ويب والديب ويب وشو الفرق بينهم وبين الانترنت العادي، خلينا نشرح بشكل أوضح. اللي في الأعلى هو الانترنت العادي أو السيرفس ويب المتاح للجميع. هون بتلاقي يوتيوب، فيسبوك، تويتر، تيك توك، انستغرام، وكل المواقع اللي نستخدمها يوميا. اللي في الوسط هذا هو الديب ويب، اللي فيه كل المعلومات الموجودة على الانترنت لكن ما بتظهر بالبحث العادي، مثل الحسابات الخاصة، صور وفيديوهات مو مفهرسة، قواعد وبيانات المؤسسات، وحتى معلوماتنا الشخصية أو البنكية. الوصول لها ما بيحتاج تصريح أو رابط خاص. الديب ويب مو مخيف أبدا، بالعكس أكثر من 90% من الإنترنت الموجود حاليا. في الأسفل هذا هو الدارك ويب، الإنترنت المظلم، المكان اللي بيكون مخفي تماما وغالبا مليان أسرار ونشاطات غير مرئية للعموم. باختصار، اللي في الأعلى للجميع. الديب ويب مخفي لكن آمن نسبيا، والدارك ويب مظلم وخطير. قصتنا لليوم بتحكي عن عالم غامض اسمه الدارك ويب. هذا المكان المظلم من الانترنت يلي بيصير فيه كل شيء له علاقة بالشغلات الممنوعة والنشاطات الإجرامية، مثل تجارة الممنوعات وغيرها. هذا الشيء طبعا ممنوع، والدخول عليه يعتبر مخالف للقانون بعدد كبير من الدول. الناس بتحكي عنه قصص وحكايات، بس بالحقيقة في طريقة واحدة لتفوت عليه، وهي أنك تستخدم متصفح بشفر معلوماتك وبيخليك تتصفح بهوية مخفية. وأشهر متصفح بهذا المجال هو متصفح تور. متصفح تور مو بس بيستخدم لأعمال فساد أو أشياء الممنوعة، لا كمان بيستخدم لأغراض نبيلة مثل التصفح السري أو حماية الخصوصية، خصوصا للناس اللي عايشين بدول بيكون فيها رقابة على الإنترنت. بس قصتنا اليوم ما فيها أي شيء نبيل، بالعكس تماما. المهم، من أشهر المواقع اللي طلعت على الدارك ويب وكان شغال ببيع الممنوعات هو موقع اسمه سيليك رود. هذا الموقع كان ينباع فيه كل شيء يخطر على بالك من الممنوعات، مخدرات، أسلحة، أعضاء بشرية، يعني حدث ولا حرج. الموقع ضل شغال تقريبا سنتين، بلش ب 2011 وتسكر ب 2013 بعد ما قدروا الجهات الأمنية يوصلوا لهوية مؤسس الموقع، وفعلا قبضوا عليه وحكموا عليه بالسجن المؤبد. طبعا قصة سيليك رود ما قصتنا الأساسية، بس حبيت أذكرها لحتى نفهم كيف بلش أحداث بالتسلسل. لأن بعد ما تسكر سيليك رود صار في فراغ كبير وطلب عالي على هيك نوع من المواقع، فطلعت مواقع تانية حاولت تاخذ مكانه، بس أغلبها فشلت، يا أما بسبب مشاكل بالبرمجة أو لأن تم القبض عليهم. مع هيك في كم موقع قدر ينجح، وأهم واحد فيهم هو موقع ألفا باي، ويلي راح يكون محور قصتنا لليوم. القصة بلشت بشهر تموز سنة 2014، وكان في شاب اسمه ألكسندر، عمره بهداك الوقت 23 سنة. ألكسندر شاب من كندا ومتجوز، قرر يأسس موقع على الدارك ويب ويبيع من خلاله الممنوعات وكل شيء غير قانوني. شافها فرصة ما بتتعوض وحب يستغلها، وفعلا بعد حوالي 5 شهور من التطوير تم إطلاق المنصة للعلن على الدارك ويب، وكان لقبه ألفا 2. وطبعا الموقع راح يتم بيع فيه الممنوعات والأشياء الغير قانونية. في البداية
كان يتم بيع البطاقات الائتمانية المسروقة فقط. وبعد فترة بدأ ينتشر اسم الموقع أكتر وأكتر عند الناس، وزاد عدد المتابعين والزباين، فبدأ يتم تقديم منتجات أكتر، ومنها أسلحة ومخدرات وبرامج ضارة، وضيف عليهم خدمة غسيل أموال. ولكن منع ألكسندر أن يتم بيع بعض الشغلات على الموقع، ومنها العناصر أو أشياء متعلقة بالأطفال، ومنعهم من بيع معلومات حسابات مصرفية روسية. وهون في تحليل منطق لهي الحركة، وهو أن هي الحركة تضليلية مقصودة منها لحتى يشك أي شخص يحاول يفكر يتوصل لمعلومات عنه أنه هو بروسيا. الموقع كان نظامه مشابه لنظام موقع أمازون، كان استخدامه سهل ومناسب للجميع، وطرق الدفع كانت ثلاثة، وأولها البيتكوين طبعا، ومتاح عدة طرق للدفع واللي هي عملات مشفرة مثل البيتكوين. والغاية من هذا الشيء كله طبعا أنه ما راح يتم الكشف عن هوية المشتري، ولا حدا راح يوصل له. الموقع كان شغال أحسن ما يكون، وكان أشهر بالدارك ويب، بالرغم من ظهور مواقع تانية منافسة لبيع الممنوعات، ولكن أغلبها اختفت أو تم تسكيرها أو ما اشتغلت بالشكل المطلوب. وبعد سنة من تأسيس موقع ألفا بي، وصل عدد المستخدمين لأكثر من 200 ألف، وعدد البائعين أكثر من 40 ألف بائع. وبعام 2017 كان منتشر أكثر من 300 ألف عنصر للبيع على الموقع، وأكثر من نصف مليون دولار مبيعات يوميا. وبالنسبة لألكسندر فكان يحصل على نسبة 2% أو 4 على كل معاملة بيع، يعني يوميا بيحصل من 20 إلى 40 ألف دولار، وشهريا من 600 ألف إلى مليون و200 ألف دولار، تخيل. ولكن طبعا ما كان شغال لحاله، لأن أول ما شاف الموقع عم يكبر والطلبات عم تزيد، وظف معه أشخاص ليساعدوه بإدارة الموقع. هو بالأول كان يتابع العمليات اليومية ويستمر بالتطوير الموقع، فبعدها عين شخص بيوثق فيه ولقبه دي سينيك، وهذا كمان الممثل عن ألفا 2، يعني بتقدروا تقولوا انه هذا هو مدير عام. ودي سينيك وظف أشخاص وظيفتهم أنهم يحلوا النزاعات بين البائع والمشتري. يعني أكيد ما بقدر ألكسندر يروج للموقع عن طريق السيرفيس ويب أو الإنترنت العادي ومنصات التواصل والى آخره. خلوني أخبركم أن هاي فكرة المواقع منتشرة أساسا عند الناس من أيام سيك رود، وكان الناس بحاجة إلى مثل هذا الموقع ألفا بي لحتى يغطي الطلبات الهائلة. ولما ظهر ألفا بي صارت الناس تلوج له بشكل كبير، وانتشر بسرعة هائلة. وبعد ما كبر وصار أكبر موقع لبيع ممنوعات على الدارك ويب، بدأ يجلب أنظار مسؤولين وإدارة مكافحة المخدرات بعدة دول، وطبعا من أهمها أمريكا. فلهيك بدأت عملية بحث وتحري لعدة سنوات بهدف معرفة العقل المدبر أو المؤسس لهذا الموقع. وأول شي ركزوا عليه هو محاولة الوصول لمعلومات ألفا بي، يعني الخوادم والعناوين ال بي، ومعلومات مؤسس الموقع والبائعين. هاي الشغلات إذا وصلوا لها راح يتمكنوا من إغلاق الموقع أو أنهم يتسللوا له بالسر. ولكن هون واجهتهم مشكلة عويصة جدا، وهي أن المتصفح اللي بيتم استخدامه لدخول موقع ألفا بي اللي هو متصفح دوريا اللي حكينا عنه أثناء تشغيله بغير موقعك بشكل عشوائي. يعني أن شغلت المتصفح ودخلت على الدارك ويب وحاول أحد يتعقبك، راح يبين عنده عنوانك بعدة مكان مختلفة، يعني راح يشتت عنوان. فلهذا السبب ما قدروا محققين أنهم يتواصلوا لأي معلومة ولا أي عنوان AB بالأساس. ولهيك قرروا أنهم يجربوا خطة مختلفة، دخلوا على الموقع واشتروا ممنوعات ومخدرات بشكل عشوائي على أمل أن يخطأ أحد البائعين أي خطأ. يعني ممكن أثناء تغليف المنتج يغلط البائع أي غلط ويحط أدلة وتوصلهم للعنوانة أو موقعه بشكل من الأشكال. ولكن هي كانت عملية فاشلة، لأن حتى أن وصلوا البائعين ما راح يستفيدوا شيء. هم كان بدهم مؤسس الموقع، والوصول له شيء شبه مستحيل، لأنه كان آخذ جميع احتياطاته وكان بعرف كل قواعد اللعبة. ولهذا السبب يأس المحققين وما توصلوا لأي شيء. بشهر ديسمبر من سنة 2016
كان في عميل بدائرة مكافحة المخدرات بكاليفورنيا اللي اسمه روبرت، كان شغال على محاولة الوصول لأي ثغرة بخصوص الموقع أو واحد من المسؤولين اللي اشتروا الممنوعات بهداك اليوم. وفي التحقيق بالصدفة وصلهم إيميل من شخص مجهول، وبداخل هذا الإيميل كان مكتوب رسالة ترحيب. والمدهش بكل القصة هو هي الرسالة، لأن كان مكتوب فيه الإيميل لمؤسس الموقع عن طريق الخطأ. وطبعا هون راح تستغرب مثلي إنه مين هذا الشخص وشو هي الرسالة وشو جاب إيميل ألكسندر بالأساس القصة. هاي كالتالي: لما أنشأ ألكسندر موقع على الدارك ويب عمل رسالة تلقائية توصل لأي شخص بسجل دخول على موقع، وهي الرسالة كانت رسالة ترحيبية، وكان كاتب فيها عن طريق الخطأ إيميله الخاص. وبعد فترة لما اكتشف هذا الخطأ مباشر عدل على الرسالة وحذف الإيميل منها. ولكن بهي الأثناء لما كانوا إدارة مكافحة المخدرات عم يحققوا بهالموضوع وعلى راسهم روبرت ميلار، وصلتهم هاي الرسالة والمرسل كان محتفظ فيها من البداية، والسبب رسالة المجهول لحد اليوم وما حدا أفصح عن هذا السبب. ولكن في احتمال أن هذا الشخص كان في مشكلة بينه وبين مؤسس الموقع، فحب أنه ينتقم منهم وأرسل هاي الرسالة لإدارة مكافحة المخدرات. المهم الوصول لهذا الإيميل كانت شغلة أسطورية بالتحقيق، لأنهم بحثوا بالإنترنت عن هذا الإيميل ولقوا صور من عام 2008 و2009 لألكسندر على منصات التواصل الاجتماعي باللغة الفرنسية. هو أساسا أستاذ للغة الفرنسية، وحسابه الخاص كان كاتب فيه اسم مدينته واللي هي تيري، واللي هي بجنوب كندا، وكان كاتب اسمها على موقع إليكس. فاستنتجوا المحققين أن بهذاك الوقت كان عمره 17 سنة. بما أنه كان عنوان بريده الهوت ميل شخطة أليكس شخطة 91، عرفوا أنه من مواليد 1991، وأنه أثناء تأسيس موقع ألفابي كان عمره 23 سنة 1991. وبالإضافة إلى كل هاي الدلائل ظهر معهم اسم ألفا 02 كمان على منتدى للتكنولوجيا باللغة الفرنسية. وبسنة 2008 شرح بهذا المنتدى عن كيفية إزالة الفيروس من الصورة والإيميل يلي كان مكتوب فيها في الأسفل هذا الشرح الإيميل يلي وجدوه برسالة الترحيب يلي وصلتهم. ولكن بالرغم من هيك ما اكتفوا بهي الأدلة، لأنها مو إثبات مؤكد 100% أن هذا الشخص هو مؤسس الموقع الفابي. لسه كان بدهم دلائل أقوى من هيك ليتأكدوا من كل شكوك. فبعدها تواصلوا لحساب الباي بال الخاص بالشخص اللي اسمه، ولقوا صورته الشخصية وتحتها نفس عنوان البريد الإلكتروني، وبحساب لينكد إن الخاص فيه، وكان كاتب إنه بيعمل كمصمم برمجيات مستقل، وكاتب إنه بإيده شركة تقنيات خاصة. ولما عملوا بحثهم بالفيسبوك توصلوا لحساب زوجته واللي كان اسمها سونيسا، وهي من تايلاند، فتوقعوا هون انه عايش بتايلاند مو بكندا. ولهيك اخذهم البحث عن المشتبه فيه اللي بنكوك العاصمة. وبعد التعاون مع السلطات التايلاندية تأكدوا انه عايش بالتايلاند، وقدروا يحددوا فريق التحقيق 3 عقارات ملك لألكسندر. واحد منهم كان بيت كبير بمنطقة راقية وساكن فيها هو وزوجته، والتاني بعيد عنه عدة كيلومترات، والثالث كان قصر ضخم قيمته 3 مليون دولار. وبالإضافة إلى هيك كان عنده بيت بمدينة بوكيت بتايلاند اللي قضى فترة العطل، وبنفس الوقت كان عم يفكر يشتري فيلا في قبرص. ومن عدد السيارات اللي كانت عنده لامبرجيني وبورش بأكثر من موديل وأنواع السيارات تانية. فهون تبينت لهم كل الحكاية، يعني بما أنه عنده كل هاي العقارات والأملاك والسيارات أكيد في شي غلط بالحكاية. نحن عم نحكي عن ملايين الدولارات، يعني الشخص عنده شركة تقنيات فقط، من وين راح يجيب كل هالمصاري؟ وبعد الوصول لكل هاي المعلومات والأدلة قرروا المحققين أنه يبدأوا يلاحقوه ويتبعوه خطوة بخطوة، وتوصلوا لمعلومات هاتفة اللي كان يستعمله، وقدروا يتبعوه وعرفوا انه هذا الانسان عايش نمط الأثرياء. دائما كان بركب واحدة من سياراته هو وزوجته، وبيستمتعوا وبيروحوا الى افخم المطاعم
وأفخم الأماكن ببنج كونغ. طيب هون ممكن تتساءلوا بينكم وبين نفسكم، بما إنه جمعوا كل هاي الأدلة عنا، ليش ما بيروحوا يلقوا القبض عليه ويحققوا معه؟ السبب هو إنه حتى لو قبضوا عليه ما في شيء واضح ضده. ولحد أوضح لكم أكتر، شوفوا إن القبض على ألكسندر من دون ما يوصلوا لللابتوب الخاص فيه ما راح يكون في أدلة واضحة عليه، وبكل بساطة راح يحكي لهم إنه بريء من كل هاي الاتهامات اللي عم يواجهوا له إياها، وراح يطلع من القصة مباشر. ولهذا السبب هم محتاجين يوصلوا لللابتوب وهو مفتوح حتى يوصلوا لجميع الرسائل والبيانات والمعلومات الموقع. بالشهر السادس من سنة 2017 كانوا العملاء الأمريكيين يلي مسؤولين عن تعاقبه مجتمعين بفندق اسمه إلزا، ثاني واحد من أفخم الفنادق. وعلى الصدفة من دون أي تبرير منهم نزل ألكسندر من سيارته البورش ودخل للفندق وعدى من جنبهم وجلس على واحد من الطاولات. بهداك الوقت كان عنده مقابلة عمل مع أحد أصدقائه، وشوفوا على هيك صدفة لو انتبه عليهم كان ممكن يشك بأنه مراقب، ولكن هم ما حسسوه بأي شيء وظلوا طبيعيين بتصرفاتهم إلى أن خلص لقائه وطلع من الفندق. بهداك الوقت يعد موقع إلفابي أكبر مواقع للبيع الممنوعات على الدارك ويب، ولكن ظهر له منافسين بأوروبا وكان يكبر بشكل مجنون، وهو موقع هانسة. وبنفس الشيء السلطات الأوروبية كانت تسعى بكل جهد وكل الطرق أن يوصلوا لمعلومات تمكنهم من إغلاق الموقع والقبض على مؤسسينه. وقدروا محققين هولنديين أنهم يوصلوا لخوادم موقع هانسة، وعرفوا بأن مركز بياناته الموقع كان بهولندا، فبدأوا يراقبوا الخوادم وينسخوا البيانات ويبحثوا بالدردشات اللي كانت تدور بين المسؤولين عن الموقع، وعرفوا بأنهم موجودين بألمانيا. فتعاون المسؤولين الهولنديين مع الشرطة الفيدرالية الألمانية البي على أنهم يسيطروا على المواقع هانسة مع بعضهم. ولكن في هذه الأثناء فجأة اختفى الموقع من الخوادم الهولندية، وعلى الأغلب أن اكتشف المسؤولين عن الموقع أن الخوادم تم نسخها فأخذوا احتياطاتهم. ولكن السلطات أساسا قدروا يتوصلوا لمحادثات المسؤولين عن الموقع مثل ما حكينا، ولقوا بوحدة من المحادثات عناوين بيتكوين، فبدأوا يتبعوا معاملات محافظ البيتكوين الخاصة بهذا الشخص، إلى أن انتهى فيهم الأمر لبورصة العملات المشفرة الهولندية. فتواصلوا مع المختصين وأخذوا منهم البيانات اللازمة، يعني إن وصلوا المسؤولين لعناوين المحافظ بتصفي باقي العملية سهلة عليهم، بيقدروا يوصلوا لبيانات الأشخاص وعناوينهم وهوياتهم بكل سهولة. وهذا اللي صار. العناوين اللي حصلوها قادتهم إلى دولة ليوتانيا الأوروبية، وعرفوا بأن المسؤولين عن الموقع لهم مقر خاص فيهم بيشتغلوا فيه على موقع. ولكن بهذا الأثناء صار معهم شيء غير متوقع، وهو أنه توصلوا ال FBI مع ال BK أي الشرطة الفيدرالية الألمانية، وخبروهم عن خطتهم لاعتقال ألكسندر الملقب بإلفا 02، وبعدها إغلاق الموقع إلفا بالكامل. فتشاركوا مع بعضهم بالعملية وأطلقوا عليها اسم الحربي. وراح يقود العملية مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع وكالة إنقاذ القانون مع أكثر من 7 دول. تخيلوا مدة الخطورة والحساسية لهي العملية. خطتهم الأولى كانت ينتظروا ال FBI وما يلاقوا القبض على ألكسندر ويسكروا موقع إلفابي، إلى أن يسيطروا الهولنديين والألمان على الموقع هانسا بالأول. وكانت الخطة المنطقية، لأنه إذا تم إغلاق موقع إلفابي بالأول راح تتجه الزبائن إلى موقع هانسا، والموقع راح يكبر ويضخم أكتر بعد ما يدخل عليه البائعين والزباين جدد. طبعا هذا الشيء اللي راح يحصل مع موقع سيليك رود. بعد ما تم إغلاقه اتجهت كل الناس على موقع إلفابي وغيره، وبدأوا يشتروا ممنوعات، واستمر الموقع يكبر أكتر وأكتر. يعني ببساطة خطتهم حاليا أنهم يسكروا الموقعين مع بعضهم ويقبضوا على الأشخاص المسؤولين عليهم. وفعلا في عام 2017
تمت العملية الأولى بنجاح. اقتحمت القوات الهولندية مركز البيانات اللي كانت بليوتينيا مثل ما حكينا، وبنفس الوقت ألقت القبض السلطات الألمانية على 2 من مشغلين موقع هانسا بمدينة زينجي، والثاني بمدينة كورينيا. طبعا بعد القبض على أي شخص من المتورطين ما راح يكون عنده الإمكانية بأنه يخبر أو يحذر أي حدا من مساعدينه بأن تم القبض عليه، ولهذا السبب عملية القبض عليهم كانت سرية جدا، وتمت السيطرة بعدها على موقع هانسا من طرف السلطات الهولندية بكل نجاح. وما كان في أي حدا من الدارك ويب عرف بهذا الشيء. بتاريخ 2017 7/5 وبالتحديد ببين كونغ صار الوقت المناسب لتنفيذ عملية القبض على مؤسس أخطر موقع ببيع الممنوعات على الدارك ويب. بهذاك الوقت صدر أمر قضائي بحقه، وراح ينفذوا الشرطة التايلاندية وإدارة مكافحة المخدرات والإف بي آي عملية القبض عليه بعد انتظار دام أكثر من 2 سنين. الطريقة المنطقية والذكية اللي استخدموها للقبض عليهم هي كالتالي: توجه عميل بالشرطة التايلاندية بسيارة تويوتا على طريق مسدود باتجاه البيت اللي كان ساكن فيه، وبعدها عمل نفسه أنه أخطأ بالطريق وراح يدور السيارة لحتى يرجع، ولكن بهديك الأثناء ضرب السيارة بالسور البيت، وخطتهم أن يعمل ضوضاء وفوضى لحتى يطلع ألكسندر من بيته ويعرف الشيء اللي عم يصير بالخارج، وخروجه هذا المفروض يكون عفوي ومن دون ما يفكر بالموضوع. هاي النقطة هي أهم شيء، لأن غايتهم أثناء خروجه يكون تارك اللابتوب مفتوح، ولو حسب إنه في شي غلط راح يسكر اللابتوب قبل ما يطلع. ومثل ما حكيت لكم هم غايتهم إنهم يحصلوا اللابتوب وهو مفتوح، لأن إذا تم إغلاقه راح يتم إغلاق تشفير جميع المعلومات، وكمان راح يكون صعب على السلطات إنهم يوصلوا لمعلومات موقع ألفا باي والأدلة الموجودة، وراح يكون له الحق إنه ما يقبل يفتح لهم اللابتوب. وفعلا صار نفس الشيء اللي كانوا مخططين له. بعد الحادث خرج ألكسندر من البيت واقترب من السيارة تويوتا وكان بيده موبايله، وفجأة التموا حواليه الضباط وألقوا القبض عليه قبل ما يهرب منهم. وكان واضح أثناءها إنه بده يهرب بأي شكل من الأشكال بس لحتى يسكر اللابتوب وما يتوصلوا لمعلومات، ولكن للأسف بالنسبة له عمليته فشلت وقبضوا عليه ودخلوا للبيت. ولما وصلوا لغرفة النوم حصلوا اللابتوب مفتوح بوضعية الاستعداد، وكان داخل لموقع ألفا باي بحسابه ألفا 02. ولما بدأوا العملية وفي تفتيش اللابتوب لقوا على عدة كلمات مرور للخوادم والمواقع التابعة له، وهي أدلة كلها ساعدتهم لحتى يبنوا قضية محكمة ضده. وبعد ما قبضوا عليه صادروا كل السيارات الفاخرة اللي كان يمتلكها وكل البيوت والعقارات اللي كانت باسمه، وبالإضافة عليهم صادروا ملايين دولارات بالعملات المشفرة. والمدهش بالقصة أن ثروة هذا المجنون كانت أكثر من 23 مليون دولار. ولكن بالإضافة على كل هذا ما اكتفوا العملاء أنهم يقبضوا عليه بس، فاتهموا زوجته سونيا بغسيل أموال وأنها كانت تساعد زوجها بشكل غير قانوني بهيئة العمال، وبعدها أخذوه للسجن إلى أن يتم فتح محكمة بخصوص قضيته ويصدروا الحكم عليه. ولكن بعد أسبوع من إلقاء القبض عليه وبالتحديد بتاريخ 2017 7/12 لقوا ألكسندر منتحر داخل السجن اللي كان فيه. وهيك بتكون انتهت قصة واحد من أخطر البشر بالدارك ويب. وبالنسبة لزوجته اللي سجنوها ما تم الذكر أي تفاصيل عنها. وبعد الشيء اللي صار تم الحفاظ على سرية إغلاق موقع ألفا بي من طرف السلطات، ما ذكروا الطريقة اللي أغلقوا فيها الموقع، وفجأة صار غير موجود، وأن أي محاولة للدخول للموقع راح يعطيه خطأ. البعض اعتقد أن عملية اختراق أو احتيال صارت للموقع، ولكن ما حدا كان فاهم شيء. وطبعا مثل ما حكينا بهيك عملية المفروض كل البائعين والزبائن يتوجهوا لغير موقع، وفعلا هذا الشيء اللي صار. بعد إيقاف موقع ألفا بي تم توجه عدد ضخم من الناس إلى موقع تاني، ومن أهمه موقع هانسا،
وبوقتها كانت السلطات الهولندية مخترقة الموقع وعم تتحكم بكل شيء، وكل الأشخاص اللي دخلوا للموقع ما كانوا عارفين هذا الشيء. فبعدها جمعوا أكبر عدد ممكن من الأشخاص المتورطين بالتجارة والشراء الممنوعات على الموقع واعتقلوهم، وبتاريخ 27 تم إغلاق الموقع هانسا بالكامل. وبنفس الوقت أعلنت وزارة العدل الأمريكية نهاية موقع هيلفابي وموقع هانسا، أكبر موقعين للبيع الممنوعات. هون ممكن يخطر على بالكم سؤال، بما أنهم وصلوا لكل المعلومات اللي كانوا مخزنينها ألكسندر، المفروض أنهم يقدروا يقبضوا على مساعدينه بالموقع والأشخاص اللي كانوا مستلمين الإدارة. هذا الكلام منطقي، ولكن الأشخاص اللي كانوا يعملوا معه كانوا أخذين جميع احتياطاتهم، وكانوا حاسبين حساب أنهم ممكن بيوم من الأيام يتواصلوا السلطات لمعلومات عن مواقعهم ويقدروا يقبضوا عليهم، مثل ما صار مع المؤسس. فلهذا السبب كانوا ينتبهوا من إرسال أي معلومات خاصة فيهم، عناوين بيتكوين أو إيميلاتهم أو أي ثغرة ممكن توصل السلطات لهم. وطول الوقت كانوا يتواصلوا مع بعضهم بطريقة سرية وبألقاب فقط. وواحد من هدول الأشخاص هو المدير العام عن موقع ديك سينك اللي حكينا عنه، كان مستلم جميع الأمور من بعد ألكسندر. تخيلوا أن هذا المجنون رجع عاد تشغيل موقع ألفابي مرة تانية بسنة 2021، والظاهر بأنه عرف الأشياء اللي صارت مع ألكسندر وهو يلي سكر الموقع بشكل مؤقت. ولهذا السبب ما أفصحت السلطات عن طريقة يلي أغلقوا فيها الموقع، وبعدها رجع اشتغل الموقع مثل قبل وأفضل، ورجع التجار والزباين يتوافدوا على الموقع بشكل مجنون. والصادم أن الموقع ما زال شغال إلى يومنا هذا. هاي كانت نهاية قصتنا اليوم. إذا حبيتها لا تنسى تحط لايك وتشترك بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأمان الله.